عامل ايه يا خالد؟ الحمد لله والله يا استاذ. نورنا النهارده. ونورك يا قلبي ما والله. تعرفش الحلقه دي انا كنت مستني اعملها قد ايه. لان بصراحه الموضوع ده هو موضوع منتشر جامد الفتره دي. ان اغلب الناس هي حابه تغير من نفسها بس هي مش عارفه تعمل كده. ف من رايك كده، طبعا انت كواحد، انا نفسي عاشرتك وشفتك كنت عامل ازاي من سنتين، لله. يعني مش من فتره كبيره. وما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يحفظك. انت دلوقتي عامل ازاي؟ الحمد لله. فشاركنا كده، ايه الحافز اللي دفعك ان انت تقدم حاجه زي كده او انت توصل لحاجه زي كده؟ اول حافز ليك بيكون دايما لو حد عايرك او مثلا انت كان في حاجه في جسمك خلل فحد عايرك بيها، فده بيكون اكبر حافز لتغيير من نفسك. تمام. وهتقابل حاجات كتير بعدين من ناس مثبتين او حاجه زي كده. الغي كل ده وابدا ومالكش دعوه بحد، وبعد ما توصل ان شاء الله بس بنتيجه بسيطه ويلاحظوا الفرق كله هيتكلم، هيقول لك عملتها ازاي، ده باين عليك بتروح، طب مش انت كنت معضم، مش انت كنت بس كل ده هيتلغي بس اول ما توصل. بس اولها هيحبطوك. كم مرة أحبطت وأنت في الطريق؟ هي اكبر مره كانت في اولى اعدادي لما دخلت جيم اول مره، بسبب كان موقف كده من الوالده الله يديها الصحه. فهو الموقف ده كان اكبر حافز جدا، هو وخالي الله يديه الصحه قالوا موقف مش لطيف عليا. كان عندي تجنح لوح كتف او الوينج. وينجينج. اه. فقالوا موقف مش لطيف. من يومها اديت النيه، وما شاء الله والدي كان في ظهري وداني الجيم في سنتها، وقال لي روح، وكلمني مدرب وبتاع وعرفني وسابني الطريق ده. اتعرضت لأي موقف كان هيحبطك، بس أثناء ما أنت حاليا شفت تطورات أو أنت كنت دوست في المجال وشفت نتائج، بس حصل حاجة أحبطتك؟ اوعى تقارن نفسك بحد، او ما تخليش حد من صحابك يروح معاك لو احسن منك ويتكلم قدام الجيم او يعمل بوزيشن قدام المرايه كتير. ما تقارنش نفسك بحد، يعني أنت بتقارن نفسك بنفسك. وما تخليش حد تروح مع حد بالذات يكون هو نوعه بيبص المرايه كتير، بيفخم في نفسه كتير لو هو احسن منك، لان ده الشخص ده مش عايزك تبقى زيه. هيحقد عليك. بيحقد عليك او بيثبطك من دلوقتي عشان ما توصلش اصلا. بس يعني أنت شايف إن أنت تروح وحدك أحسن ما تروح مع أي حد أصلا. بالظبط. وما تعتمدش على حد، لان دول موتيفيشن مش نظام او خطه مثلا هيمشوا عليها على طول. لا، مع نفسك احسن. رأيك الواحد يلعبها على أساس إن هي لعبة صحة وكده ولا لعبة شكل؟ إيه الفرق بين الاتنين أصلا؟ طيب، هو لعبه صحه، هي الجيم كحب هيبقى مش صحه اكتر من يكون شكل، هيكون شكل او حب ذات. انا بروح اتمرن ان شاء الله مش هاخد فايده، بس انا اروح افضي النفسيه السيئه او الديبريشن اللي انا فيه في الجيم. فده بالنسبه لحب الجيم. اما هتروح كعام راجل كبير مثلا او 30 خلاص، لا هيبقى فت. هو بيروح عشان يهتم بصحته، يقوي العضلات، يقوي، يعمل سترينث، يبقى عنده مرونه في الاربطه وكده، هيبقى احسن. اما كشاب طايش وشاب طايش زيك مثلا، لا، هيبقى صح، هيبقى شكل، تعتيل، هيبقى تعتيل وحب جيم. هيبقى يعني بيلعبها على اساس ان هي شكل. شكل شكل اكتر من صح. طب مش ممكن الشكل ده فيما بعد لما يلاقي ان هو ما فيش المرجو اللي هو عاوزه يسيب الحاجه دي؟ ممكن، بس الكلام ده لو هو ما حبش الجيم، لان اللي بيحب الجيم هو دايما بيشوف نفسه قليل اصلا، في الطبيعي بيشوف نفسه قليل. يمكن اللي حواليه كله بيقول له انت جامد وانت وصلت وانت ازاي عملت كده، وهو اصلا بيبص في المرايه يفكر نفسه سكيني قوي. فهو كده كده اللي بيحب الجيم مش هيبطل يزهق او يفكر يزهق، هو دايما شايف نفسه قليل فعايز ياخد استمر 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 بس. بتقول ايه اللي بيقول ان اللعبه دي هي لعبه فلوس؟ هي مهما كان الحقيقه بما يرضي الله هي لعبه اغنياء عشقها الفقراء. بس معلش في الكلمه، ليه ما تطمحش؟ ممكن، وفي ناس فعلا حققت نتائج باقل التكاليف. يعني مثلا مثال بيج رامي، الضاوي، الناس دي كلها حرفيا لو بدايتهم شفتها كانوا ما فيش حاجه، ابيض ختم الكحت، اقسم بالله، تحت الصفر، تحت الفقر. تمام. فحاليا شوف ما شاء الله فين، يعني شوف ده مستر اولمبيا مرتين، وده ما شاء الله وحش اوزان. لا، ما تحكمش عليه من دلوقتي، اسعى، يمكن ربك طموح او كريم ليك انت في البوينت دي ان انت تحبها بس. السؤال المشهور، انه بالك ولا انقط؟ حلو، سؤال جامد جدا. بص، هو امتى الكت هو امتى البلك؟ لو حسيت نفسك خلاص ليست من الجناب كت على طول. يعني انت واحد مثلا بتلعب عادي رياضه بقالك سنه وخلاص بقى قلت هاخد اوف سيزون وهعمل بالك جامد وايه وبعدها اعمل كاتنج. لو لقيت ان البالك ده الجوانب بتاعتك ليست او بقى في عندك ايه يعني
خلفيات جامده وبتاع، لا سوري، وقف، خد كات او ميني كات وارجع بالك تاني، لان انت حاليا بتخزن بس دهون، مفيش ماسلز خالص. ده بالنسبه للبالك. لو الكات ده تعمله بقى يا باشا العكس، البالك انت، البالك واحد فيت يعني نحيف، تمام، ما تقوليش انت 60 كيلو قد صباعي وتقول لي انا عندي ابس، ده انت عندك سوء تغذيه. انت كده اقسم بالله حرفيا انت وزن دمبل بيلعب بيه حد. فلا انت يا باشا خد اوف سيزون محترم، وما شاء الله انت بالذات لو هارد جينر هتبقى في حته ثانيه، لان الهارد جينر ما بيخزنش دهون. حلو. فهتبقى في حته ما شاء الله يعني. بس ودي اوف سيزون حبه 3 شهور ولا حاجه وهتدوس، خد مني كات بعدها فبوم. تمام. دلوقتي يا خالد، انت شخص مبتدئ وراح يبدا ما يعرفش اي حاجه خالص عن الجيم، من رايك تنصحه بايه؟ ايه الاخطاء اللي المفروض يتجنبها، او انت حصلت لك مثلا عرفتها بعد سنه سنتين ثلاثه من خبرتك يعني؟ ما تضيعش وقت من غير التزام او خطه، ما تدخلش على الفاضي. يعني اظبط دنيتك من اولها، يعني ادخل انت عارف داخل ليه، او داخل توصل لايه، او انت ده حاطط مثلا تارجت في دماغك تعرف توصل له. ما اخش بخطه بنظام معين، ما تجربش انظمه كتير في بعض. تمام. من رايي فكوا خالص من الكباتن بتوع الجيم، لان والله بيضيعوا الواحد. بص بمرض الله، لو مش مدرب اونلاين وفاهم ومعروف بلاش بتوع الجيم، لان بتوع الجيم دول اقسم بالله حرفيا اكتر ناس هيقعدوك. اقسم بالله يقول لك اصل دي تمرين تنشيف والتاني تشريح. صح. ايوه بالظبط. لا غير كده ايه، هو يمكن اصلا مش فاهم الجزء ده بتاع عضله ايه، هو بس عارف ان دي ظهر. طب انه جزء في الظهر ممكن يلعبك 7 8 اشكال كلهم نفس ابر باك مثلا. طب يا فندم، طب باقي الباك فين؟ ربك يسهلك. كله بيجي. امتى بيشوف فعلا نتائج حقيقيه على جسمه، نتائج ملحوظه؟ ملحوظه بعد 3 شهور. لو شخص كان رفيع 3 شهور، لو شخص كان تخين هيخس مثلا في سكه 8 9 كيلو ومحترمين غير الميه برضه 3 شهور، هيبان الفرق بين ده وده. بس طبعا بتاع الرفيع ده هيبقى احسن له لانه شايف ماسلز. تاثير الجيم مع الثقه وعلى العادات الكويسه اصلا، يعني هل هو مجرد لعبه او رياضه ولا هو اسلوب حياه؟ لا اسلوب حياه، اسلوب حياه لان انت هتخليه مش مصدر بتعمل منه عضلات، مصدر راحه. انت هتروح مثلا انت مكبوت النهارده، ممكن تروح مش عارف هتمرن ايه، بس انت رايح تفضي هم، زي البوكسنج كده تفضي الاستريس بتاعك في حياه الحديد. بس انا برضو شايف ان هي منظومه متكامله، بمعنى انت محتاج ان انت تنام بدري، فبالتالي هتصحى بدري فهتصلي الفجر، فصحتك اصلا هتاكل اكل هيلسي. صح. فده كله ده بيظبط حياتك عامه، هو فعلا منظومه. صح والله، والله هي فعلا كلامك صح جدا في حوار انه بينظم لك الدنيا. يعني ده يمكن اكبر ستيب حافز يطورك. انا بمرض الله كخالد، انا مثلا هذاكر النهارده جامد هروح الجيم قبلها، او اخلي مثلا البونص بتاعي جيم، انا هذاكر حبه اروح الجيم. طيب هل انت شايف البنات، عشان بس ما ننساهمش من الفيديو بتاعنا، البنات محتاجين ان هم يروحوا الجيم؟ في بنات، في انواع من البنات مش كله. الفات يعني والاوبيزيتي وكده ولا؟ وفي ناس بقى البيك مي ديت بمرض الله تنقرض يعني يا جدعان. يعني البيك مي اللي بتروح هناك تتصور بالجانب بتاعها السايد، هموت وافهم ليه بتتصوري بسايد بس؟ ليه بتديني مرايه بس؟ يعني ما تتصوري عادي، لا تصوري بالنص، ليه تديني السايد؟ لا في المونتاج دي لازم تتشال. طب وايه رايك ان هي تلعب تمارين في البيت؟ حلو، تمارين مقاومه مثلا بلانك مثلا او بوش اب او اي حاجه، حلو جدا. وما شاء الله التمارين على اليوتيوب مغرقه الدنيا. حلو. هتأثر معاه، هتفرق معاه في ايه يعني؟ هتفرق معاه في ايه؟ تشد جسمها. يعني السكوات مثلا باي ويت في البيت مثلا، يمكن يعمل كاروره ميه عادي، لو ما تقدريش مثلا العبي بازاز ميه الاول عادي. الويتس دي هتشد لك البلفيك بتاعك او تعمل لك ستنس وتشد لك جسمك، هتشد لك خلفياتك. انت اكيد عايزه، اصلا اي بنت عايزه ايه؟ بتكون زي راي ام سلمى، من فوق حاجات ومن تحت حاجات وكله حاجات. حابب صراحتك. بمرض الله يعني هي رايحه ليه طيب؟ يعني هي مش رايحه عشان تنمي جسمها غير كده يعني. فلا تقدر تمرين في البيت على فكره. هي اصلا ما بيفهموش التمارين. يعني انا عرفت ناس لا هي كونسبت الجيم رايحه الجيم خلاص، رايحه الجيم عشان تعمل جلوتس بس. اهم حاجه ابر باك او ابر لمب كله اوت. هي كل حياتها لور لمب. ليه لور لمب؟
من رأيك يا خالد، الجيم بيأثر على الناس المكتئبة؟ زي ما قلت لك، هو بيفضي ستريس، بيفضي ديبريشن فيه. انت هو مكان راحه، لو حبيته هو مكان راحه، ولو فعلا اديته حقه هيديك حقك. يعني نو بين نو جين. ايه أهم العناصر اللي بتكمل بعضها كمنظومة للجيم؟ اكل، نوم، تمام، تخطيط، وتمارين كويسه. طيب امسك لي شوية في حتة النوم. حلو. النوم هو يمكن الجيم ده كله الناس شايفه انه ده اصعب حاجه، والله ما حصلت. الاصعب حاجه ان انت تظبط بين نومك واكلك واللي وراك. الجيم ده يعتبر اسهل شيء. اصعب شيء الاكل والنوم. ان انت بقى حاليا شاب وبتخرج وعندك مذاكره، ظبط الفوليوم بتاع التمارين او الانتنسيتي بتاع التمارين على حسب يومك، على حسب انت عليك ايه وراك ايه. والمذاكره، يعني انت وراك مثلا، انا زيي وزيك، احنا عندنا مذاكره ما شاء الله يوم السبت، تمام. فلا، ما اروحش الجيم مثلا اموت نفسي وارجع مهدود، اموت مثلا ارجع انام. لا، تمرينه كويسه ما تكونش عاليه قوي في الفوليوم بتاعها وارجع انام. النوم ده بالذات هو حرفيا ده فتره مخك بيقفل بيريح، ريكفري، جسمك بيبني. انت كل اعضائك بتقف عشان بس تبني الخلايا ايه والانسجه المتقطعه. فده اهم فيز انت المفروض تعملها حاليا. عايز عضلات، نام. مش هتنام، تستوستيرون راح، طب خلاص شكرا. هتبني منين؟ هتجيب الياف منين؟ فما اعتقدش يعني النوم مش اهم اسباب مثلا بعد الاكل مثلا. والله بصراحة أنا استفدت منك، وأكيد يعني كلنا استفدنا من كلامك وشوية تريكات جامدة. طب توجه إيه النصيحة لشخص مثلا هو أوبيز أو شخص سكيني ولحد دلوقتي ما أخدش ولا خطوة؟ والله انا اول كلمه اقولها لك، انزل خد الريسك. ما تاخدش راي حد، ما تاخدش بكلام حد. هتقابل كتير مثبط اكتر ما يكون محفز. فنو ريسك نو فن. واول ما هتبدا هتلاقي انتقادات كتير، ولما توصل كله هيسالك. انت تتعب عشان يسالوك. سيبك من اولها وامسك في اخرها. خلصان. خلصان. سكينه يا صاحبي. سكينة. والله مبسوط إن أنا شفتك يا خالد. اخويا قلبي. تسلم.